حياكم الله أحبتي ومتابعينا أينما كنتم. رجعنا وياكم بجولة ليلية في أحد حدائق محافظة كربلاء المقدسة. فتحت هذه الحديقة قبل 6 أشهر إلى 7 أشهر. أصبحت متنفس جميل لأبناء محافظة كربلاء المقدسة. راح نكون أنا وياكم برفقة عضوة مجلس محافظة كربلاء المقدسة الست أسراء النصراوي. حياكم الله ست أسراء وأهلا وسهلا بكم بهذه الجولة الليلية. اهلا وسهلا بك استاذنا العزيز. طبعا الله انا اشكرك لانه جبتنا لهذا المكان، انا اول مره اجي فيه، يعني هذه حقيقه يعني فرصه سعيده. الله انه يسلمك نلتقي ويعزك. حضرتك. الله الله يخليك. يسلمك. الله يخليك. بطاقة تعريفية عن أسراء النصراوي. اسراء النصراوي قبل عضو مجلس محافظه. اسراء النصراوي كنت معاونه في مدرسه متوسطه. نعم. تقريبا عندي خدمه 21 سنه، بكالوريوس علوم حياه. حقيقه اني من تقريبا من فوق 15 سنه انا اعمل بمجال العمل الانساني. نعم. عندي فريق عمل مساعدات، فهذا الفريق طبعا تألف بيناتنا احنا يعني ككادر. كان بدايته تدري يعني كان موضوع كورونا، وقبل كورونا الناس محتاجة، عوائل متعففة، بعض الأمور اللي يحتاجون مثلا علاج. كانت هذه بداية تكوين هذا الفريق. نعم. والحمد لله والشكر يعني تطور هذا الموضوع إلى أن وصلنا إلى مرحلة أنه نرشح للانتخابات حتى يكون عملنا مباشر مع المواطن. نعم. والخدمة تكون أكثر. نعم. ست أسراء، القرار اللي اتخذتيه بلي. وكان حقيقي هذا القرار دخولك بالعمل السياسي. بلي. شو وقت هذا كان القرار؟ حقيقة تقريبا من بعد 2019. نعم. قلت لك من كان عندنا عمل خدمي، خصوصا قلت لك فترة كورونا، بعدها فترة المظاهرات، الحظر. هذا كان في أوج عمل المساعدات يعني في المجال الإنساني. نعم. حقيقة شفنا أنه لازم أنه ندخل بهذا المجال، لأنه يعني حس أنه أنا كواجب إنساني أنه لازم أرتقي فد منصب معين حتى أقدر أساعد أكثر عدد ممكن من المواطنين. أيضا هي خدمة. نعم. مدينة كربلاء تستحق أنه إحنا نعمل من أجلها. نعم. ناسنا أيضا يستحقون أنه نخدمهم نعم. بشنو اللي نقدر عليه، نقدر نخدمهم، إحنا نخدمهم. فهذه كانت البادرة الأولى أنه أفكر أنه أدخل مجال العمل السياسي. ست أسراء النصراوي، طبيعة الحال المرأة العراقية تواجهها صعوبات. بلي. الصعوبات اللي واجهتك؟ أحكي لك الحقيقة. طبعا أنا برنامج حقيقي يعني. أنا بالنسبة لي ما واجهتني أي صعوبة. نعم. مجال قصدي أنا بدخولك. بدخولك بالضبط. أنا حقيقة كانوا نجي هسه من البداية كقاعدة أنه الأهل كانوا مناصرين. نعم. ومساندين ومدافعين عني. وحقيقة هو لو ما يكون البادرة الأولى من الأهل أنه تلقى أنه أكو سند، ما ممكن واحد يخطي هاي الخطوة. فكانت من البداية من الأهل من الأصدقاء سند، من كل أطراف اللي موجودة داير ما داير أنه كانوا مساندين بهذا الموضوع. فأنا من دخلت وأني مستعدة أواجه أي ظروف. قلت لك الحمد لله أنا بالنسبة لي ما واجهت أي تحديات ولا أي صعوبات. الحمد لله. هاي اللي أنا قلت لك، أنا هذا دا أعيشه، ما دا أحكي مجاملة، لا والله حقيقة أي صعوبات ما لقيت من خلال دخولي لهذا المجال. أسراء النصراوي، من كان المساند والمدافع عنها بالعمل السياسي؟ العمل السياسي. هو بالبداية نبدي بالأهل. نعم. نعم. يعني أنا أخوتي الله يحفظهم كانوا أول، تحياتنا لهم. الله يسلمك، كانوا أول ما ساندوني هم أخوتي. نعم. وأيضا عندي كادر متميز ورائع جدا، كادر العمل. قلت لك نعم. من مجال العمل الإنساني هم نفسهم الكادر اللي عملت وياهم من 2000 تقريبا و15 2016 وقبلها لحد الآن هم الكادر وياي، من مدير المكتب إلى الأخوة اللي موجودين. فهذا السند أنت من تشوف أنه ناس دا يعملون وياك بالمجان. نعم. يعني أكيد بالعمل الإنساني كان مجاني، أنا أحكي لك الحقيقة. طبعاً. كان العمل مالتنا من واردنا الخاص. يعني أنا كنت عندي راتب، ناس اللي متبرعين من الأهل كنا نعمل هذا المجال. هم كانوا وياي بهذا المجال مجاني، عملهم كله تطوعي مجاني. فمن فكرنا انه ندخل العمل السياسي هم كانوا يعني هم المساندين والمناصرين. ولحد الان قسم من عندهم يعملون عمل مجاني، رغم ان احنا وصلنا الى مرحله، لكن هم
يعني لإخلاصهم ولدفاعهم نعم. عن مشروعهم اللي هو المشروع السياسي والمشروع الخدمي. وهم الحمد لله والشكر هاي الفترة كلها يعملون وياي بشكل تطوعي ومجاني. ست أسراء، يعني احنا قبل البرنامج نعرض الضيف وناخذ أسئلة من المواطنين، فاجتني هواي أسئلة. فأنا هاي السؤال ما راح أسألك بيه، راح ناخذ فاصل وبعدين راح نسألك. ماشي تأمر. الله يسلمك. ما زلنا متواصلين معكم أحبتي الكرام، فاصل ونعاود معكم. رجعنا وياكم أحبتي بعد هذا الفاصل. ست أسراء، البرنامج مالتنا الضيف اللي ألتقي به أنزل في ستوري حتى أشوف شنو أسئلة المواطنين، وجدتني هواي أسئلة فاختاريت بعض الأسئلة اللي تصب في مصلحة المواطن. هل تغيرت أسراء النصراوي عن المواطنين بعد فوزها في الانتخابات؟ والله هذا السؤال إذا تسألني إياه يعني أكيد راح أقول لك لا، لكن المفروض نسأل به المواطنين. نعم. الناس القريبين أو البعيدين يقولون إنه تغيرت أو ما تغيرت. حقيقة أنطيك فد معلومات وأنت من عندها أحكم. إنه الموبايل نفس الرقم، أنا من 2012 لحد الآن هو نفس الرقم عندي. مكاني نفسه، المكتب اللي هو مكتبي بالمجلس، أنا كل الموجودين القريبين والبعيدين هم يعرفون مكاني. والفارقة إنه حاليا أي واحد يجي للمجلس زين يروح للاستعلامات، يريد أي عضو من أعضاء مجلس المحافظة بدون تعيين كلهم بالاستعلامات تروح الإسراء النصراوي. فأنا بابي مفتوح حقيقة، يعني سواء هنا أنا عندي أيضا مكتب حي المعلمين، لكن أنا أكون صريحة إنه ما دا أقدر أفتحه يوميا. أنا شخصيا ما أقعد بيه لأنه دا أتأخر يعني بالدوام بالمجلس طبعا، سواء بالمجلس أو العمل الميداني. فلذلك أنا شوية أدي، يعني ما أقول لك دوام مستمر بالمكتب، لكن أنا أبوابي مفتوحة سواء بالبيت سواء رقم تليفون سواء الموجودين كلهم أنا موجودة. وإن شاء الله يعني ما أقول لك إن شاء الله ما أتغير، لكن هذا وعد إنه ما أتغير، لأنه المكان المنصب إحنا نشرفه مو هو يشرفنا. أحسنتم. فلذلك إحنا ما نتغير بسبب منصب أو مكان. السؤال الثاني طبعا من أحد المواطنين قال أتمنى أنه توصل هذا السؤال الست أسراء. أسراء النصراوي هل أوفت بوعودها للمواطنين؟ حاليا احنا قلت لك صار لنا تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر، فما ممكن انه نوفي الوعود كلها للمواطن، هذه ما ممكن. لكن الشيء اللي اقدر اني اقدمه واني قايلتها واعلنها دائما، اقول الشيء اللي اقدر اني عليه اسوي، اللي ما اقدر اقول اني ما اقدر. نعم. لكن من يجي شيء مواطن ويريد من عندي انا شخصيا واني من صلاحياتي، لا والله اني اقدمه واني الممنونه. لكن اللي مو من صلاحياتي ولا شيء اللي اقدر عليه، لا والله اني اعتذر عنه. فالحمد لله والشكر نقول هسه اللي نقدر عليه وفينا خلال هاي الفترة. الحمد لله والشكر. بعد هو المواطن راح يعرف الحقيقة اللي موجود، وشارع الكربلائي هو راح يشهد يعني على أسراء النصراوي. أحد المواطنين قال لي أتمنى أنه هم توصل هذا السؤال، يعني خلال هاي الفترة اللي فازوا بها أعضاء مجلس محافظة، شو أهم المشاريع اللي تخدم المحافظة وتخدم المواطنين اللي اتفقوا عليها؟ إذا نحكي بشكل عام نعم. فتعطيني المجال حتى أحكي لك. نعم. أنا أريد مختصر مفيد لأن عندي أسئلة. نعم. إذا بشكل عام يعني على مستوى المحافظة فأكو مشاريع جدا كبيرة واستراتيجية. نعم. يعني مو مشاريع تخص المحافظة فقط، لا هي حكومة مركزية. نعم. يعني مثلا قطار كربلاء نجف، يعني قصدك مستقبلي؟ يعني بدي بس راح تبدي بها العمل، يعني كلها توقعت. نعم. طريق التنمية، سكك الحديد والطريق السريع. عندك المحطة اللي هي تخص عملنا، محطة ال 400 كيفي الضفاف. محطات أيضا راح تدخل للخدمة. هذه إذا أريد أقولها هذه الطريق الحولي، هذه الخطط الاستراتيجية اللي تخص المحافظة. أما عن عملنا أنا نعم. كعضو مجلس محافظة، كرئيسة لجنة الطاقة والوقود، نعم. فإن شاء الله راح يشوفون أكو بعض التحسن. أنا ما أقول لك 100% لكن تحسن بالوضع الكهرباء في كربلاء المقدسة. طبعا أنا ما أقول لك الكهرباء العامة لأن هذه استراتيجية عامة للحكومة المركزية، لكن أقدر أقول إنه عمل المولدات راح يكون أكو تطور بيها. نعم. عندنا محطات إن شاء الله راح تنضاف للخدمة وتدخل خلال أيام، ما أقول لك خلال أشهر وسنين، لا خلال أيام
راح تنضاف تقريبا 14 محطة لتوليد الكهرباء داخل المناطق، هذا حتى تفك الاختناقات على بعض الأحياء السكنية. هاي شوية راح تحسن من الكهرباء. أيضا عندنا محطات عملاقة راح تدخل إلى الخدمة بعد فترة، يعني بعد عملها. هذه يمكن شيء بسيط عن الطاقة والوقود. أيضا عندي بعض الأمور اللي بدنا نعمل بيها هي صيانة الأسلاك الكهربائية، صيانة المحولات قبل فترة الصيف. هذه شيء بسيط. أما عن طريق بعض اللجان اللي أنا رئيسة نعم. ليهم، أيضا عندنا عمل إن شاء الله، وهذا العمل راح يكون ظاهر للعيان خلال الفترة المقبلة. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. وأكو سؤال من أحد الشخصيات طبعا يسألني، يقول أسراء النصراوي كيف تتعامل مع المواطنين؟ شلون يكون تعاملها؟ يعني أنت عندك علم ست أسراء، يعني إحنا مثل ما يقول المواطن العراقي إنه يصعد المسؤول رأسا تكبر رأسا، يعني أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل، يعني ما يقدر إنه المواطن يوصل له أو يوصل المكتبة أو يتصل به تليفونه حتى المشكلة اللي عنده يقدر يحلها عن طريق المسؤول. السؤال يقول كيف تتعامل أسراء النصراوي مع المواطن؟ طبعا للمعلومات أريد أكمل حتى تجاوبيني عليه. أنت سويت مبادرة وأنا سمعتها أنه قلت لي إحنا ما نريد المواطن يجينا، نريد نروح للمواطن. أي هاي يقول ما تفعلت هاي القضية. بالعكس، أنا خلال الفترة السابقة أنا أتمنى أنه يكون جواب. شوف أنا يعني من دا نشتغل هسه، لا دا نشتغل حتى ترويج انتخابات ولا دعاية انتخابية. نعم. هاي المرحلة انتهت. أنا بالنسبة لي أنا اللي من دا أحكي لك أقول لك أنا هذا دا أشتغل، أنا يمكن مو أختلف، لكن أكو البعض يفكر بمشاريع انتخابية يمكن يسوي دعايات، لكن إحنا عملنا بيها. أنا أكثر من منطقة زرتها اتصلوا بينا، إحنا عندنا خط ساخن للشكاوي وعالنيه بالصفحه مالتنا، صفحه الاعلام والصفحه التربويه. نعم انا قريتها طبعا. موجود انه هذا الخط من الساعه 8 للساعه 2 اللي هو الوقت الدوام الرسمي. هذا احنا نجي كل بيتك. اكثر من منطقه رحنا لها، انا حتى موجوده بالصفحه، يعني احنا ما خافيها. عندهم مشاكل بالكهرباء، يمكن بعض المواطنين يتصل عندنا هيك مشكله تعالوا شوفوها، احنا نروح لها. ورحنا صدق لقينا اكو مناطق عندها مشاكل بالكهرباء، شفناها. اروح حتى بالليل، اروح العصر، اروح الصبح، ما قصرنا ويا حد. لكن تقول لي قدرت تغطين على كل الشكاوى وكل شيء اكيد هذا، لانه انا عملي قلت لك انا عملي بالمجلس اكيد عندي بريد وعندي عمل. ايضا عملي وانا عندي اكون صريحه وياك، هذا يمكن المواطن يدري او ما يدري، انا عندي 7 لجان، 7 لجان رئيسه بيهم. هاي اللجان كلها قويه من الطاقه والوقود، يعني كهرباء ونفط وغاز. هاي لجنه. الطرق والجسور ايضا هاي بها عمل. عندك الثقافه والاعلام، السياحه والاثار، العلاقات العامه، هذني كلهم ترى يريد لهم وقت. طبعا وقت، يعني ما اقدر اركز على حاله معينه واترك يعني البقيه. والوقت مالكم يعني صار لكم 4 أشهر يعني بدايه كذا، فاحنا اكيد يعني عندنا ما اقول تلكؤ، لكن عندنا تاخير ببعض الامور. لكن تقول لي انت شنو علاقتك بالمواطن؟ اني مرات بالشارع دا اروح للبيت زين القى فت حاله معينه، اني انزل يسووا لي دير بالي شغلات امنيه، ذني شنو اقول له انا جايه من المواطن، اخاف من المواطن؟ لا بالعكس، انا هو من المواطن، انا من المواطن بالضبط صحيح. انا حتى مرات بالسياره نلقى اخوه مثلا جالسين على رصيف القهاوي، اذا يعني احنا نسميها بالشارع، انزل اشوف شنو احتياجاتهم. حلو، زين حقيقه هو هذا حلو، هذا اللي يشعر المواطن انه المسؤول قريب من عنده والمواطن قريب من عنده. المولده شنو وضعها وياكم؟ نعم. اسالهم والله، يعني ناس حقيقه يعني قالوا يمكن اول مسؤول ينزل للشارع ويسالنا، احنا نقدر نروح لهم. انا بالانتخابات رحت دقيت باب حتى ينتخبون. يعقل انه انا من اصير ما ادق باب وما اقول له ايش تريد؟ لا طبعا. وعندي مبادرات ان شاء الله بالايام الجايه. نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله. نسال الله لكم التوفيق. الله يحفظكم. انا وقت البرنامج شارف على الانتهاء، اريد رساله من أسراء النصراوي للمواطن الكربلائي باختصار. المواطن من عندنا وبينا، احنا مواطنين قبل ما نكون اعضاء مجلس، احنا مواطنين. شنو اللي يحتاج المواطن؟ حقيقه انا لا اريد اجامل ولا اريد دعايه، لكن احنا موجودين. انا بالمجلس موجوده، بيتي موجود، تليفوناتنا ما تغيرت، تليفون الكادر كله موجود. شنو اللي يحتاجين احنا بخدمتهم، وين ما يريد احنا نروح له. وهذا عهد علي منا الى اخر يوم في اي دوره انتخابيه، انه اني اكون ويا المواطن سند وعون له. جزاك الله خير. احنا طبعا نتقدم بالشكر الجزيل لجنابكم الكريم، اليوم تعبناكم ويانا وجبناكم لهذا المكان،
وطبعا أتشرف بك. وشرفنا بجنابكم، الله نسأل الله تعالى لكم كل التوفيق إن شاء الله. يخليك، توفيق للجميع. الله أهلاً يسلمك. وسهلاً. الله تشرفت يخليك. بيك. أخوي إلى هنا تنتهي جولتنا هذه الليلة، نلتقيكم في جولة أخرى إن شاء الله.